لو انت بتشتري التوابل وبتعتمدي ان التوابل بتتشرب بالكميه، تمام، فعايز اقول لك ان التوابل مش بالكميه خالص، التوابل بالتركيز بتاعها. لما تشتري توابل تكون طبيعيه، مفيش عليها مصنعات ومفيش عليها اضافات ولا هي مغشوشه، وتحطي منها كميه صغيره في اكلك، يبقى انت فعلا بتستفيدي وكمان ما بتضريش جسمك ولا اطفالك. التوابل الطبيعيه حتى لو كميتها اقل بتقعد معاكي مده طويله، يعني كيس الفلفل، كيس السبع بهار، كيس الكزبره ده النهارده ممكن الاكياس دي تقعد معاكي شهر كامل من الاستخدام، لان حضرتك لو حطيتي معلقه من فلفل اسود حضرتك مش هتاكلي الاكل. حضرتك بتحطي رشه صغيره من الفلفل الاسود، تحطي رشه صغيره من الكمون الاخضر البلدي، رشه صغيره من السبع بهار. كيس زي ده ثمنه بسيط جدا في الباقه، حضرتك بيقعد معاكي شهر كامل. فالنهارده ليه اروح اشتري مثلا توابل تكون مخلوطه او مغشوشه، تمام، واقول انا بشتري بالكميه، اشتري 8 كيلو وكذا مغشوش وبكذا؟ لا يا فندم، انا بقدم الباقه، بقدم التوابل دي توابل طبيعيه، انا بقدمها للناس اللي بتدور فعلا على صحتها وصحه ولادها. النهارده في نوفا تريد انا بقدم لك كل حاجه تكون جودتها كويسه فعلا مميزه، تقدر ان انت تشتريها من موقعنا في البايو او تتواصلي معانا على الرسائل، وفعلا باقه مميزه. في نهايه الفيديو لازم تعمل لنا لايك وشير وتدعمينا بالمحتوى، احنا والله بنسعى على اكل عيشنا. وخليكي دايما مع نوفا تريد، لان نوفا تريد فرق في كل حاجه.